بزاف الناس عندهم مشكل في السياقه، ما كيعرفوش يوازنوا ما بين رجليهم في يديهم في السياقه، وكيفاش يتحكموا في السياره ديالهم، وكيفاش يحكموا في التوازن ديال السياره ديالهم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تخدموا برجليكم ويديكم في نفس الوقت، لان هذه مشكله كبيره عند بزاف السائقين. غتتابعوني لاخر الفيديو وغنوريكم الطريقه كيفاش. نبداو. اول حاجه خصنا نديرو نشوفوا لا بواطه فيتاس واش خاويه. كنديرو بحال هكا، ماشي بحال هكا، كنديرو بحال هكا خاويه. الطوموبيلات كاينين اللي كتبرك على لومبرياج حتى القاع بحال هكا، عاد كديماري السياره ديالك. باش نديماري السياره ديالي كاين ثلاثه الحاجات خصني نخدم. الدوره الاولى، الدوره الثانيه، ونتسنى واحد يطفاو شي ضوء لقدام، وعاد كنديماري السياره ديالي بهذا الشكل هذا. ملي كديماري كنحيد رجلي، كنحيد يديا. انتبهوا معايا انني دابا غادي ننطلق بالسياره ديالي. شنو خصني ندير؟ كنعمل المستوى رقم 1 بهذا الشكل. قبل ما ننطلق دابا مازال زاطم على لومبرياج، رجلي على الفران مزوله، يعني ما نحتاجش انني نستعمل الكسيراتور كما تيستعملوا بعض الاشخاص. هذيك المساله نعملوها ملي كتكون عندنا الطوموبيله ايسونس. غنعمل السينيال ديال اليسار، وغادي نشوف في المرايه ديال اليسار شكون اللي جاي. ديك الساعه غنطلق لومبرياج بهذا الشكل هذا. شوفوا قدام في لومبرياج كنطلق له بشويه، طريق خاويه كنطلق لومبرياج بهذا الشكل هذا، وكنحاول نمشي للكسيراتور وكنكسيري شويه، وكنعاود نزطم عاوتاني على لومبرياج ونعمل المستوى رقم 2. انتبهوا في الفولون ديالي، يدي في الفولون كتكون بهذه الطريقه هذه. يعني نحاول ما امكن كمبتدئ ما نشبرش الفولون بيد وحده، نشبرها بجدين، ولكن الفولون ما نزيرش عليها باش تمشي الطوموبيله معوطه. لاحظوا معايا في الطريق دابا انا كنمشي في الطريق واخا الفولون مزولها، الطوموبيله كتمشي معوطه، يعني ما كاينش المشكل. مازال كنكسيري ملي كيطلب لي الموتور، الصوت نتاع الموتور كيتغير، كنعمل المستوى رقم 3 بهذا الشكل، وكنطلق لومبرياج. ورجلي دابا في هذه الحاله كنحطها في ديك الطبله اللي في جنب لومبرياج، ما نخليهاش فوق لومبرياج. بالنسبه للمبتدئين ماشي مشكل لا خلي رجلي فوق لومبرياج، لان غيحتاج لها دابا ساعه. اذا شنو خصني ندير؟ انا زاطم دابا على الكسيراتور وانا ماشي في الطريق، ما كاينش مشكل. شوفوا انتبهوا ملي كيكون عندي فيراج كنزول رجلي على الكسيراتور، هانتوما الطوموبيله كتبقى غاده ما كتوقفش، وكنحاول ما امكن بالفولون ديالي ندور غير القياس اللي غدور به السياره، ما ندورش بزاف، ونحاول نرجعها ملي كتعوط لي السياره في الطريق وكتولي معوطه. اذا هنا دابا كنكسيري واحد شويه، منين يطلب لي الموتور نغير السرعه كنصدم، كنحيد الكسيراتور هو الاول وكنصدم على لومبرياج حتى القاع، ونجر لا بواطه فيتاس للمستوى الرابع بحال هكذا، ونطلق لومبرياج ونكسيري شويه، ودائما الفولون ديالي ما نزيرش عليها. اذا لاحظوا معايا انني ملي غنوصل للفوسط الرون بوين شنو خصني ندير وشنو هي الاحتياطات اللي خصني نتخذ باش ندخل في وسط الرون بوين. انتم لاحظوا معايا، ها حنا قربنا الفيراج، زولت رجلي على الكسيراتور باش تنقص السرعه الطوموبيله. انا مزول رجلي على الكسيراتور، حتى لومبرياج ما نقيسوش، ولكن الا بغيت نقيسو ماشي مشكل. ديك الساعه فاش كنوصل في وسط الفيراج ديالي كنكسيري واحد شويه، كنحاول نكسيري واحد شويه، وكنحاول ما امكن الا شفت قدامي شي عرقله بحال هاد العرقله اللي كتشوفوا ديال السياره كنعمل السينيال ديال اليسار وكنشوف في المرايه ديالي وكنهرب غير واحد شويه ونعاود نرجع في حالي. انتبهوا معايا، دابا انا وصلت للرون بوين، شوفوا معايا كاينه العلامه ديال اعطي حق الاسبقيه. في هذه الحاله شنو كندير؟ كنصدم على لومبرياج حتى القاع، ورجلي كتكون فوق الفران وغادي وانا كنفراني بشويه بشويه، وكنخوي البواطه فيتاس ديالي للمستوى الصفر، وكنشوف شكون اللي جاي من الجهه ديال اليسار ديالي. دابا كنعمل مستوى رقم 1 ونقدر نطلق لومبرياج بشويه ونكسيري بشويه. بالنسبه للناس اللي كيكونوا جايين من الجهه ديال اليمين ما عندهمش حق الاسبقيه. لاحظوا معايا في وسط الرون بوين كيفاش كندور الفولون، ما كندورهاش بزاف، كندور غير القياس اللي تدور به السياره، وكنحاول نرجعها باليد الاخرى لهاد الجهه، ومني كتعوط ليا كنعوط يديا. كنعمل دابا المستوى رقم 2، يعني نحاولوا ما امكن ما نبدل. اخوان دابا انا غادي نخلي مسافه امان تقريبا كافيه، لاني غادي ب 40 كيلومتر في الساعه، يعني غير شرطه وحده هادو من هاد الشرطات هادو راه كافيه. لاحظوا معايا انني كنقص من السرعه ديالي. باش كنقصها كنصدم على لومبرياج
ورجلي على الفران باش كنقص شي شويه السرعه. دابا انا نطلق لومبرياج مازال غادي في المستوى رقم 2 بحال هكذا، كنقص بالسرعه باش كنمشي بلاتي عليا. انتبهوا انني بغيت نتجاوز، شنو خصني ندير؟ خاصني نشوف شكون اللي جاي في اليسار ديالي. مادام الطريق عامره ما نقدرش نتجاوز، ولكن ضروري خصني نخلي مسافه امان كافيه بيني وبين الطوموبيل اللي قدامي. انا ماشي بشويه، كنلاحظ بان واحد السياره كتجاوز من مورايا، هي تجاوزات. في هذه الحاله كنعمل السينيال ديال اليسار وكندور الفولوم بهذا الشكل هذا اي شويه وكنعاود نرجع. انا رجعت للمسلك ديال اليسار ديال التجاوز وانا زولت السينيال ونعمل المستوى رقم 3 ونكمل السير ديالي بهذه الطريقه هذه. لاحظوا معايا ان غادي في المسلك تاع التجاوز، مادام الطريق عندها اتجاه واحد نقدر نمشي في هذا المسلك واحد المده طويله، ولكن الا كانت الطريق تزدي وتتجيب ضروري خصني نرجع لليمين ديالي. اذا انا غندير السينيال اليمين، غنشوف في المرايه ديال اليمين ونرجع في حالتي اليمين. لاحظوا معايا انني دابا هانتوما حتى يديا ما كنبقاش مزير على الفولون. الا بغيت نحافظ على التوازن ديال السياره ديالي لازمني نشوف على ابعد مسافه، ما نشوفش في الخطوط. الا شفتي في الخطوط ما غاديش تشد طريق معوطه. اذا لاحظوا معايا السياره اللي قدامي راه هي كنشوف فيها هذيك السياره الكحله، يعني مخلي مسافه امان كافيه. منين نوصل لشي ملتقى الطرق اللي واخا يكون عندي فيه الاسبقيه انا ضروري خصني نقسم السرعه ديالي. لاحظوا معايا وصلت لواحد ملتقى الطرق، شنو خصني ندير؟ كنصطم على لومبرياج هو الاول ورجلي كتمشي للفران وكنقيس الفران بشويه بشويه. لاحظوا معايا قدامي شنو واقع، طوموبيلات ناقصين السرعه، هذا ما عطاناش حق الاسبقيه لكن ماشي مشكل. في هذه الحاله شنو كندير؟ كنبدل لابواطا فيتاس ديالي للمستوى رقم 2 وكنطلق لومبرياج وكنمشي وكنكسيري شويه ونزول لومبرياج بهذه الطريقه هذه. نكسيريو شويه الفولون دائما في يديا ما كنبقاش مزير عليها، لا زيرت عليها ما كتمشيش الطوموبيل معوطه. كنصدم على لومبرياج ونعمل المستوى رقم 3 وكنطلق لومبرياج وعاد كنمشي كسيراتور. كما قلت لكم دائما كنبداو بالكسيراتور نزولو هو الاول، عاد كنطلق لومبرياج كنزول الكسيراتور هو الاول، كنصدم على لومبرياج كنبدل، وملي كنطلق لومبرياج عاد كنمشي كسيراتور. انتبهوا معايا انا دابا غندخل على رومبوان. في هذا الرومبوان هذا اول حاجه قبل ما نوصل للرومبوان كنوجد راسي، كنصدم على لومبرياج هو الاول ورجلي على الفران وكنخوي البواطا فيتاس ديالي وكنشوف شكون اللي كاين في اليسار ديالي. لاحظوا ان الطريق عامره، كنعمل المستوى رقم 1 باش كنوجد راسي، ما نشوفش في هادو اللي غادي يجيو منا، كنشوف الطوموبيلات اللي قدام اللي غيقطعوا الطريق على الطوموبيلات اللي جايين من اليسار ديالي. انتما في هذه الحاله كنطلق الفران هو الاول وكنطلق اللومبرياج شويه